السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بكسكس عاصمي. وش نقولكم بنين عسل. تبعوا معايا طريقة التحضير. هنا في قدر ولا كوكوط وش حبيتو ديروا كمية تاع الزيت. زيدوا هنا مراس نتاع اللحم وش عندكم متوفر ديروا، اللي عندها الدجاج دير دجاج. انا نقلي مليح اللحم ديالي نحمرو في هذيك الزيت. راهي البنة كامل هنايا، سواء اللحم ولا دجاج نقليهم قبل باش نزيدو البصل. هنا عندي بصلة مفرومة، نزيد عليها عود تاع قرفة نقص ابتيفو ونخلي البصل ديالي حتى يدبلي. انا ناخد كمية تاع طعام نعومها مليح في الماء ونحي نرمي هذاك الماء في الزايد نحطها حتى ينشف لي هذاك الطعام. انا بعد ما تبلي البصل نزيد الملح والفلفل الابيض اللي ما عندهش دير اسود، كمية تاع الحميصة ونمرق بما سخون. ونزيد هنايا عظمة تاع التمر هي اللي طري لي اللحم. نغلق حتى يطيب لي اللحم. هنا نروح نفور الطعام ديالي بعد ما نشف لي نديرو يتفور لي الفورة الاولى. هنا بعد ما طاب لي اللحم نزيد اللفت، ومن بعد ما يطيب لي اللفت في الاخير ندير الكورجات 10 دقائق ونطفي عليها لان الكورجات طيب بالخف. هنا ها هو الطعام ديالي في طبق التقديم. نقول لكم كالعاده بنين كلا سنه، ننصحكم تجربوه وشاهدكم في الجنه. وهنا في الاخير نقول لكم تبقوا على خير في وصفه جديده بحول الله، واللي جربته تخلي لي رايها في الكومنتات.